السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. ده ان شاء الله معجون اللهلوبه اللي هنعمله مع بعض النهارده، بجد طريقه حلوه جدا جدا، ان شاء الله تنول اعجابك. عاملينها من قشور البرتقال والليمون، بجد تحفه. وعاملينها كمان من نص صابونه بلدي. بجد الخلطه دي جباره، اللهلوبه دي جباره في التنظيفات. يعني هتعملي بيها البوتاجاز، هتعملي بيها الشفاط، هتعملي بيها تغسلي بيها المواعين، هتعملي بيها الحوض، وهتشيل لك اصعب الدهون كمان اللي على السيراميك. تحفه بجد، يا ريت تجربوها بجد. ان شاء الله تنول اعجابك، والمكونات سهله جدا جدا. آه، يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. دي العلبه اللي كانت مطرح العجينه. انا حطيت عليه ميه كده عاديه خالص من الحنفيه عشان اوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي، تحفه بجد. لو انت عندك حساسيه يا ريت تلبسي كلافز في ايديكي، تمام، لان احنا حاطين معلقه صودا، هي معلقه بسيطه خالص. بصوا رغوته عامله ازاي. يعني بجد الوصفه جميله جدا. شوفوا الرغوه بتاعته عامله ازاي، روعه. وكمان انا مش حاطه كمان اللي كان موجود في قعر الطبق، بجد حلو قوي. في الرغوه دي سلكه اهي ناشفه، عايزه اوريكي بس. رغوته تحفه، يا ريت تجربيه، حلوه قوي قوي. بصوا بجد جميله، يا ريت كلكم تجربوا الوصفه دي، بجد هتقضي لك على اصعب الدهون. اهي جربوها وعلى ضمانتي، حلوه قوي قوي ومكونات بسيطه. بصوا رغوته عامله ازاي، تحفه. ايه رايكم بقى في الوصفه دي؟ بجد الوصفه دي تجنن ان شاء الله، وكمان رهيبه في التنظيف، وكمان احلى من اللهلوبه اللي احنا بنشتريها من بره بجد. وطبعا انتوا عارفين معجون اللهلوبه دلوقتي غالي، لكن احنا عاملينها يعني باقل تكلفه، بجد روعه. وكمان الرغوه بتاعتها عامله ازاي، تحفه. يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه حبايبي نسمي كده الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله هنعمل احلى لهلوبه مع بعض. لهلوبه بعصير البرتقال على الليمون. انا ده عصير ليمون على برتقال، اخدت القشر بتاع الليمون والبرتقال من غير ما اسلقه ولا حاجه، اخدته وحطيته في الخلاط وحطيت ميه وضربته وبعدين صفيته زي ما انتم شايفين كده، تمام. ومعايا دي يعني هي اقل من نص صابونه بلدي. ممكن تعملي بصابونه صابونه الوش اللي هي صابونه مريحه. عندك برو صابون مفيش اي مشكله، تمام. طبعا انا مش هعمل لكم الوصفه دي على النار، انا هضربها في الخلاط. بس لحظه واحده. بصوا يا حبايبي، انا اخدت كده شويه عصير برتقال على ليمون، شويه صغيرين خالص، وهدوب فيهم معلقه صودا. عندنا في مصر اسمها صودا او بوتاس، في بعض الدول دي بوشار، حجر التسليك المجاري، كترون. ولو لها اسامي تانية ممكن تقولوا لي. وهدوبها كده، تمام. يا حبايبي انا دوبتها خالص، بس هركنها شويه كده تبرد شويه. طبعا تبعدي نفسك خالص عنها عشان الابخره وحشه جدا، تمام. بعد كده لحظه واحده هجيب بس طبق. يا حبايبي انا كده جبت طبق، وهحط الصابون. يا حبايبي، وهحط عصير البرتقال على الليمون. حطي كده حوالي نص مج اهو، وهقلبها. طبعا هي استحاله تدوب لان احنا مش حاطين ميه سخنه ولا اي حاجه، فاستحاله كده تدوب اهو. لحظه واحده ازود لها كمان شويه عصير برتقال على الليمون. طبعا انا عاملاه من قشور البرتقال والليمون، حاجه احنا بنرميها هنعمل بيها احلى لهلوبه بجد. الوصفه دي تحفه. انا اول مره اعمل معاكم بقى الوصفه دي في الخلاط، تمام. انا هحط عليها كمان الصودا واحطهم في الخلاط اضربهم وارجع لكم تاني، تمام. انا جبت علبه كده يا حبايبي، وبعد ما ضربت بقى الخليط في الشفشه. بصوا انا مش عارفه انزله، بس هنزله بمعلقه وارجع لكم. لحظه واحده. بصوا يا حبايبي بعد ما نزلته اهو، اتضرب بكل سهوله. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ بصوا عجينه عامله ازاي، العجينه تحفه كده يا حبايبي. بقى بعد ما نزلته من الخلاط اهو زي ما انتم شايفين، اتضرب بكل سهوله. هنا الصودا انا زودت لها معلقه ميه عشان كانت تقلت قوي، تمام. انا هدلقها هنا عشان انا ما عملتهاش في الخلاط اهو. يا حبايبي انا فضيت كده الصودا، هي كانت تقلت مني فحطيت معلقه ميه
وهقلبها. بصوا العجينه تحفه بجد. ممكن يا حبايبي بدل ما تحطي الصودا كده، بعد ما انا حطيت ممكن تحطي الصودا على الصابون على العصير وتضربيه في الخلاط كله. فانا هنا ضربت بس العصير مع الصابونه، وبعد كده حطيت الصودا زي ما انتم شايفين. بجد تحفه الوصفه دي. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ بصوا بقت عامله زي العجينه ازاي، تحفه بجد. وهتعملي بيها بقى الحيطان من اي دهون، هتعملي بيها الحوض، هتعملي بيها الشفاط. ان شاء الله هتنول اعجابك. هفضيها بقى في علبه كده. الوصفه بتاعتنا خلصت. اه يا حبايبي، اه يا حبايبي، انا فضيت في العلبه دي كده زي ما انتم شايفين. طبعا انت عايزه تزودي الكميه، عايزه تقلليها براحتك خالص. انا عامله كميه ايه بسيطه. لو انت عايزه تكتري الكميه مفيش اي مشكله خالص، تمشي على المقادير، تزودي المقادير بتاعتك. تمام يا حبايبي. بجد الوصفه دي روعه روعه ومتعدده الاغراض. عاملين مكون برضو بنرميه، قشر البرتقال والليمون. بجد في التنظيف روعه. وبعدين الوصفه دي مش مكلفانا اي حاجه بجد. وصفه مش مكلفه، يا دوبك حطينا نص صابونه بلدي، وحطينا عليها العصير بتاع الليمون والبرتقال. بجد تحفه. وحطينا معلقه صودا بس وشويه صابون سائل، يعني حاجه بسيطه جدا جدا. بجد الوصفه دي تحفه. يا ريت تجربيها على ضمانتي. بجد حلوه قوي قوي، واحسن كمان من اللي احنا بنشتريها من بره. والتقل بتاعها عامل ازاي؟ عامل زي المعجون. تحفه بجد. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ ان شاء الله تنول اعجابك. يا ريت يا حبايبي لو يعجبكم وصفاتي يكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.